دايما لما نيجي نتكلم كده ونقارن حاجتين ببعض، بنشوف ايه الانجح والاشمل واللي فيها استمرارية اكتر. بالك بقى لما نكون بنتكلم على منظومة كاملة. بس في البداية كده قبل ما تقول لي بقى ان انا ايه جاي افتي او انا جاي ايه ازيد عليك او كل الكلام ده، انت هتلاقي كل الكلام من ناس ومن مصادر، هتلاقي المصادر تحت وهتلاقي الكلام كله تحت. وهتلاقيه من ناس هي اشتغلت، ناس اتعلمت زي ما انا بتعلم. فانت هتشوف كل الكلام ده انا مش جايبه من عندي، ده جايبه من ناس تانية وتقيلة كمان. عارف من زمان دايما بيقول لك ايه ان احنا عندنا عقدة الخواجة، ما هي دي بقى بالذات لازم نقارنها باوروبا. ايه لانك دايما بتبقى شايف ان اوروبا يعني مش فكرة ان هم ناجحين، بس فكرة ان هم بيستثمروا صح، فكرة ان هم بيفكروا صح، فكرة ان هم بيجددوا من نفسهم، ان انت موجود. المنظومة الكروية في مصر سواء كل الادارات، هتلاقي ان الادارات كلها مختلفة، بس كلها هتبقى في حاجة واحدة: البطء، الفشل، تلبيس التهم. فده موجود في كل الادارات بتاعت مصر. هتلاقي ادارات مختلفه، هتلاقي اداره ناجحه، هتلاقي اداره نجحت في استثمار، اداره نجحت في ان هي تعمل فروع، اداره نجحت في ان هي تجيب لعيبه، اداره نجحت ان هي تعمل اي حاجه. بس هتلاقي برضو ان في غلط، وهتلاقي برضو ان في حاجه ناقصاهم. طب هو ايه التطوير اللي هو موجود دلوقتي في اوروبا؟ تسمع عن حاجه اسمها مدير الرياضي، صح؟ تسمع الايام الاخيره دي او السنه دي عن مدير الرياضي. المدير الرياضي دلوقتي اللي هو موجود دلوقتي في الزمالك جون ادوارد. مدير الرياضي اللي هو موجود دلوقتي في الاهلي محمد يوسف. بس اللي انا عايز اقوله لك ان ولا ده بيعمل شغله ولا ده بيعمل شغله. الفكره كمان ان اي نادي بيبقى كويس او نادي بيبقى ناجح او عنده استمراريه او بيبقى عنده يعني بيبقى موجود دايما فيه ديبارتمنت. يعني ايه ديبارتمنت؟ يعني اقسام لكل حاجه. اقسام لكل حاجه، ان عنده قسم للسكاوتنج، قسم للتحليل، قسم للبرفورمانس، قسم لكل حاجه، حتى قسم للمحامين، قسم للاطباء، كل حاجه. لكن انت ما عندكش مثلا الموضوع ده في مصر. ما عندكش موضوع اللي هو لا ده كل حاجه واختصاصه او كل الكلام ده. لا، انت عندك ان شخص واحد هو اللي بيتحكم في كل ده. انا كنت بتكلم على كل الانديه عامه. لو انت جيت بصيت على كل ادارات الانديه كلها في مصر، هتلاقي الموضوع ده. هو شخص واحد اللي بايده التعاقدات، هو شخص واحد اللي بايده ان هو يجيب لعيبه، شخص واحد هو اللي بايده انه مش عارف انه يجيب قرارات، شخص واحد هو اللي بايده يعمل كل حاجه. وده مش موجود في اوروبا. عشان كده انت بتشوف دايما في اوروبا، مش لما بقول لك مثلا تشيلسي فهتقول لي ايه؟ اه الشخص كذا كذا هو المسؤول. لا، انت عندك اللي هو الشخص ده هو مع الشخص ده تحته الشخص ده هو اللي بيدير الشخص ده، الكلام ده كله منظومه كامله. عشان كده اسمها نادي، اسمها منظومه كامله، اسمها كيان. الكلام ده مش موجود عندنا. الكلام ده موجود انك انت عندك اشخاص، هو شخص واحد بس هو اللي بيدير كل ده، والاشخاص هم بينفذوا وخلاص. طب هتقول لي هو ايه اصلا شغلانه المدير الرياضي؟ انت قلت لي الكلمه كده وجريت. تعال اقول لك ايه شغلانه المدير الرياضي. شغلانه المدير الرياضي هو بيبقى يعني حلقه الوصل ما بين رئيس مجلس الإدارة أو رئيس النادي وكل الأقسام اللي تحت. كل الأقسام اللي تحت بمختلف أنواعها، وكمان قطاعات الناشئين يعني هو بيبقى مسؤول عن كل حاجة، وكمان بيتكلم معاهم. يعني هو بيبقى من الآخر كده، أنا اللي بتكلم مع كل دول، أنا اللي بتناقش مع كل دول، وفي الآخر أنا اللي بتكلم مع رئيس مجلس الإدارة أو بتكلم مع رئيس النادي. لكن مش هتلاقي إن هو اللي بيشتغل في قطاع الناشئين هو طالع بيتكلم مع رئيس النادي. طب هو شغلانة المدير الرياضي إيه؟ بتلاقي إن الطبيب نفسه هو بيتكلم مع مدير الكوره، او بيتكلم مع المدرب، او بيتكلم مع عضو في مجلس الاداره. طب مدير الرياضي شغلانته ايه؟ في مشكله في اداره السكاوتنج، وفي مشكله في اداره التعاقدات، ومش بيتكلموا برضو مع المدير الرياضي، مع ان دي برضو بتبقى متكلفه من المدير الرياضي. لكن بتلاقي برضو المشكله بتروح ان في الاخر اللي بيختار هو رئيس مجلس الاداره، في الاخر اللي بيتلام هو رئيس مجلس الاداره، في الاخر اللي بيطرح له ان هو يوافق عليه او لا هو رئيس مجلس الاداره. طيب ليه المدير الرياضي هو اللي المفروض يكون، يعني ليه المنصب ده مهم، او ليه المنصب ده هو اللي يكون اساس النجاح في اي منظومه كرويه الفترات الاخيره؟ عشان المدير الرياضي ده المفروض يكون عنده خبره في كل حاجه. المفروض يبقى عنده خبره في السكاونتنج، تحليل، المفروض يبقى عنده خبره في التدريب، في كل حاجه حتى لو خبره صغيره. بس يكون هو فاهم هو احنا فين، هو فاهم النادي عايز يوصل لايه، هو فاهم ان النجاح هو المستوى بتاعه يكون موجود فين بالظبط، هو يكون فاهم ان القرار ده صح ولا القرار ده غلط. فالمدير الرياضي هو بيكون متعلم كل ده. انا عايز اقول لك على مفاجأة كمان، ان مفيش حتى برضه نادي في مصر عنده فيزيكال كوتش. يعني ايه فيزيكال كوتش؟ دي هي مادة؟ لا، مش مادة. فيزيكال كوتش دول بتبقى هي ناس ماسكة الداتا، ماسكة الجي بي اس، ماسكة القياسات البدنية لكل اللعيبة بتاعت الفرقة. هي اللي بتكون عارفة ان اللعيب ده ممكن هيبقى الحمل البدني ده عليه تقيل ولا مش تقيل، ان هو الماتشات عليه تبقى عامله ازاي، ان مستواه وصل لغايه فين، وكمان تاريخ الاصابات، وده والاصابه دي اتصابها كام مره، طب الاصابه دي مزمنه، طب مش عارف ايه، كل حاجه عن اللعيب من البدايه للنهايه
بس الفيزيكال كوتش ده المفروض يكون هو موجود في النادي تبع النادي بس، علشان لما المدرب ده يمشي ويجي مدرب تاني غيره، هيكون المدرب ده الموضوع يبقى اتفصل له على طبق من ده، بيبقى عنده 30 لعيب، ال 30 لعيب بالداتا بتاعتهم، هو ايه اللي حصل لهم الفترات الاخيره، وصلوا لغايه فين، هو ايه المستوى اللي هم عليوا فيه او نزلوا فيه. وعايز اكمل لك كمان ان كابتن محمود فايز، طبعا انت عارفه، ده اللي هو كان المترجم ومحلل الاداء مع كوبر في 2017، وكمان هو عنده بقى كميه دراسات وكميه يعني حاجات تقيله قوي في الكوره، مش لازم نتكلم عنها لان هي فعلا كتيره قوي. كان قال لك واداك مثال برضو زي لويس كامبوس. ايه لويس كامبوس ده؟ ايه لويس كامبوس ده؟ لويس كامبوس ده هو ازاي خد خبره السكاوت من ريال مدريد. يعني ازاي؟ يعني هو لما كان في ريال مدريد، لما كان مع مورينيو، خد الخبره في السكاوتنج، هو ما كانش عنده الخبره دي اساسا، والخبره دي نقلها، وان هو دلوقتي بقى المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، فبقى هو بينقل لهم السكاوت، بينقل لهم التحليل، بينقل لهم الادارات، بينقل لهم البدني، بينقل لهم كل حاجه. عشان كده انت شايف الباريس سان جيرمان دلوقتي هو عامل اداء مش طبيعي وكويس جدا في اوروبا. طب هي ايه الادارات اصلا المفروض تبقى تحت المدير الرياضي؟ تحليل الاداء، الدكاتره النفسيين، دكاتره النفسيين، انا ما قلتش الكلمه غلط، دكاتره النفسيين. الدكاتره النفسيين في اوروبا هم عادي جدا ان هو بيحل لهم مشاكلهم، وبيخلوهم ان هم يصفوا ذهنهم من المشاكل اللي عندهم، علشان ان انا ما الاقيش ان هو دي الجمله دي طبعا هتضايق بقى الناس بتوع ايه، اصل اللعيب حياته الشخصيه خط احمر بره الملعب. لا يا باشا، ما هو حياته الشخصيه دي تهمني جوه الملعب. حياته الشخصيه دي ان هو لو مش واخد باله مثلا من اكله، مش واخد باله من نفسيته، من صحته، ما يتقاليش اصل معلش اللاعب ده مطلع بقاله 3 شهور، معلش اصل اللاعب ده كل حاجه فجاله فيروس ايه. وزي ما قلت لك بقى دكاتره تغذيه تلاقي، سكاوتنج تلاقي، تحليل اداء تلاقي، كل حاجه تلاقي، كل الادارات تبقى تحت منظومه المدير الرياضي. وكمان بتعرف منها معدلات اللعيبه، وان اللعيبه بتتمرن ازاي، وان اللعيبه واخده بالها من نفسها ومن اكلها ولا لا، وبتنام امتى وبتصحى امتى. دلوقتي في اجهزه بتعرفك ان اللعيب ده دلوقتي ينام ولا لا، وان اللعيب ده نايم قد ايه من حاجات كده، ساعات. طبعا الحاجات دي بتبين تمام ان شخصيه اللعيب هو منتظم ولا لا، ولا هو موجود كده وبينام، ولا هو قاعد في ووتر واي. والفكره ان انت كمان بتبقى عايز محامين هم بيفهموا في طريقه العقود، محامين فعلا فاهمين وشاطرين تمام، وبيفهموا في ان ازاي التعاقدات والكلام ده كله. لان انت عندك محامين في ادارات مصر كلها، محامين في ادارات مصر في الادارات الكوره، هم فعلا مش عارفين ان هم يسيغوا حتى العقود. ان انت لسه عندك دلوقتي ان يبقى عندك محامي يعمل لك عقد، العقد ده يخليك انك انت عندك شرط جزائي قد كده تمام، يخليك انك انت يبقى عليك ديون في الفيفا. ده سواء بقى، انا مش بتكلم على الزمالك عشان أنا قلت ديون في الفيفا بيبقى على الزمالك، انا بتكلم عامه. يبقى انت المفروض يبقى انت عندك عقود. ليه مثلا انا عاملها بان هي مده العقد؟ ليه مش عاملها انا بشرط جزائي؟ شرط جزائي ان اللعيب، ان المدرب ده او حتى اللعيب عامه، المدرب ده مش احسن حاجه وانا عايز افسخ العقد معاه، او هو عايز يفسخ العقد معايا، هو شرط جزائي واحد هدفعه. لكن مش ان انا مثلا عايز امشيه في نص الموسم، عايز امشيه في اخر الموسم وهو في عقده ده لسه 3 سنين، ادفع المده الكامله من العقد. بالمواصفات اللي قلتها دي، هي تتطبق على حد موجود يتقال عليه ان ده ممكن يشتغل مدير رياضي في مصر؟ الاجابه لا. انت حتى اقعد كده مع نفسك كده وفكر، هتلاقي ان في حد من اللي اتقال ده كله ينفع عليه ان هو يتقال مدير رياضي، ان هو بيفهم في كذا وكذا وكذا وكذا، ويقدر يتناقش مع كذا ويتناقش مع كذا وهو فاهم، مش ان هو بيهزر او بيفتي او كل الكلام ده؟ الاجابه هي لا. طب هي طالما هي لا، يبقى انا اجيب اجنبي يكون لامم وفاهم كل الكلام ده، واجيب بقى ناس اطورها في الموضوع ده، علشان يبقى قدام انا عندي ناس مصريه، ناس ولاد النادي، يبقى هم بيفهموا في المدير الرياضي. In the ball, guys. Hot. We cannot play. Commit them, pass. Pass. Pass, 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 pass. That rhythm. You control the situation. Yeah? The biggest advice I'm going to give you this type of games. The thoughts control yourself or you control your thoughts. It's 195 minutes what you are here. And say we're going to do it. What happened in Brighton? We start to lose. What happened Aston Villa? Had to lose. And here, thought. We're going to do it. We're going to do it. Footy will be difficult, yeah. For sure, 100% will be. This is not the problem. It's here thoughts. We're going to do it together, here, positive. Mindset, we're going to do it. It doesn't matter difficulty, we're going to do it. With the biggest mind, we're going to do it and play. We're going to run, we're going to play. They will not survive. هتيجي بقى في نقطة تانية، وهي اختيار المدربين. انت عندك مشكلة في مصر، حتة اختيار المدربين دي بقى غريبة جدا. يعني انت عندك ان احنا بنختار المدربين بالقايمة. عارف انت بتحط منيو كده زي منيو المطاعم، وتختار بقى المدرب ده ايه، ينفع لا ماشي، اللي بعده ينفع لا، فاهم؟ اللي هو ايه، احنا اخترنا مثلا المدرب كذا،
هو كان رقم 3 في القايمة. هو إيه اللي رقم 3 في القايمة؟ هو مش ترشي يعني، ما هو إيه اللي رقم 3 أو هو رقم 4 أو كل الكلام ده؟ هو في حاجة اسمها إن المدرب ده لايق على شخصية النادي ولا لأ؟ المدرب ده لايق على طريقة لعب النادي ولا لأ؟ المدرب ده على قد فلوسي ولا لأ؟ وحاجة كمان بقى هي طريقة اختيار اللعيبة. لا استنى، انا بقى جاي لك اختيار فيها. اللعيبه هي طريقه مختلفه تماما. طريقه اختيار اللعيبه احنا بنتقال ايه؟ الاداره اتفرجت على، او اداره التعاقدات او السكاوتنج او كل الكلام ده، هو اتفرجوا على اللعيب ده واختاروه، فاللعيب ده طلع فعلا كويس جدا. وبتلاقي فعلا ان هم اتفرجوا على اللعيب، بس اتفرجوا عليه على الهايلايتس على اليوتيوب زي ما احنا بنتفرج عليه بالظبط، عادي جدا مفيش اي مشكله. ما عندكش داتا محترمه، ما عندكش انك انت فيديوهات فعلا قادر ان انت تقيم اللعيب صح، وقادر ان انت ايه تاخد وقتك في ان انت تتفرج على اللعيب ده. كل الكلام ده لا، احنا بنتفرج على الهايلايتس عادي جدا، فاهم انت؟ ستوري على اليوتيوب، فبنتفرج عليه زي الجمهور، مفيش اي مشكله. انت حتى ان هو عندك مشكله في ان انت بس عندك مشكله في مركز او حاجه، المركز ده انت ما اكتشفتش ان فيه مشكله تاني يوم او فاهم ليلتها، انت اكتشفته بعد فتره طويله. يعني انت اكتشفت ان انت مثلا عندك مشكله في الباك اليمين مثلا، والانتقالات هتبقى في شهر واحد، وانت اكتشفت الموضوع ده اكيد ما اكتشفتوش مثلا في شهر 12، يعني اكتشفت الموضوع ده قبلها بشهور. الشهور دي كلها انت ما بتراجعش لعيبه، الشهور دي كلها انت ما بتقيمش لعيبه، انت الشهور دي كلها مستني لغايه ما يجي فتره التعاقدات زينا زيكم بالظبط، وساعتها تختار اللعيبه. والكلام ده انا بتكلم على كل الانديه، هفضل اعيدها عشان انت هتحس ان انت ايه، انا بلمح على نادي معين، لا على كل الانديه. الفكره بقى انك انت بتبقى ايه، عارف اللعيب ده هو جاي جاهز ولا مش جاهز، هو بيشارك اصلا مع فرقته ولا لا، طب هو عامل ايه مع فرقته اخر 10 ماتشات او اخر 20 ماتش، طيب هو اللاعب ده معدلات اصاباته عامله ازاي، طب اللاعب ده هو جسمه طري وهينفع، ولا هو في افريقيا هيبقى الدنيا مش تمام، طب اللعيب ده هينفع مع الدوري معاك ولا لا، ولا اللعيب ده بيتصاب لما هو بيعدي الشارع بس. وكمان هات اللعيبه اللي تكون جعانه لبطولات، هات اللعيبه اللي تكون جعانه لشهره، جعانه المجد. انا عايز لعيب يكون بيحب فعلا النادي، مش انا بتكلم على ايه، مش بشخصيه كل الانديه، تمام؟ لعيب يكون بيحب النادي، لعيب هو جعان بطولات، جعان كوره، جعان انجازات، جعان كل الكلام ده، عشان اللعيب اللي جعان كل الكلام ده هيأدي لك في الملعب. وكمان اربط العقود بتاعت اللعيبه، بمعنى ايه؟ مش هو اللعيب بيقول لك انا في عصر الاحتراف وانا عايز احتراف زي اوروبا، حلو، انت عايز احتراف زي اوروبا، تعالى 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 تعالى، انا هجيب لك احتراف جدا زي اوروبا. طيب عقود بتاعت اوروبا هي بتتعمل ازاي؟ عقود بتاعت اوروبا انك انت مرتبك مثلا هتاخده كامل لو انت بيجي لك الاستدعاء الدولي، مرتبك هتاخده كامل مقارنه بمستواك، مرتبك هتاخده كامل او هتاخد بقى بونص واعلانات وزياده في المرتبات وكل الكلام ده بعدد مساهماتك مع النادي، مرتبك هتاخده كامل بالتزامك في النادي. هل بقى انت بتعمل كل ده ولا اصلا ما بتروحش؟ If you force to one person to stay when he doesn't want to stay, how you can get the best of him? It's impossible. I learned from my as a football player in the big club Barcelona to like teach me a lot like I am as a football player as a manager. Control what you can control is yourself. Perform better, perform well. This is what you have to do. World Cup, decide to do it well. What I hear is complaining is worse or better or is what it is. المشكله الاكبر الناشئين، الناشئين اللي حرفيا هتلاقي ان الانديه اللي ممكن تكون مهتمه بالناشئين في مصر هو مثلا انبي، هو مثلا زد، هو مثلا وادي دجله، شكرا. هتلاقي باقي الانديه هي مش عارفه حتى تركز على الناشئين او عارفه تطلع ناشئين من القطاع عندها. انت مش هتلاقي الكلام ده في الاهلي او الزمالك او بيراميدز او كل الكلام ده، لا انت هتلاقي الكلام ده في الانديه اللي هي عايزه، اللي هي بتستثمر من الاخر، الانديه اللي هي بتطلع لعيبه عايزه ايه تيجي تجيب من وراها فلوس، وهم اصلا ذات نفسهم قالوا كده. يعني ايمن الشريعي رئيس نادي انبي مع عبد الرحمن مجدي قال الكلام ده، ان هو ممكن يخلي الفرقه كلها او نص الفرقه 5 او 4 لعيبه ناشئين. ده النجاح اللي هو كان عايزه، هو ده النجاح اللي منه بيستثمر لعيبه ويبيعها، وده فعلا حصل في كذا لعيبه عنده راحوا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها واللي قبلها لانديه تانية وهم كانوا بيلعبوا مع انبي وهم ناشئين اصلا. فانت الناشئين عندك هم مش احسن حاجه، الناشئين عندك هم حرفيا مظلومين. الناشئين عندك ان انت اعمل حتى كل موسم ان انا الموسم ده طلعت بيه بكام ناشئ، الموسم ده على الاقل ان انا عايز اطلع بناشئ او ناشئ 2 ناشئين، ان هم يكونوا موجودين حتى على دكه البدلاء، ان هم حتى يشاركوا في وقت من اوقات الماتشات. لكن ان انا مش هرميهم كلهم في كاس الرابطه او ساعتها اقيم بقى ايه، دول وحشين، دول حلوين، دول كذا. ما فرقت ايه بقى ان هي فوق او تحت، ان هم كلهم مع بعض. وحاجه كمان بقى لما تيجي تتكلم عليها وهي ظهور الاشخاص في القنوات، انا مش فاهم يعني ايه اصلا شخص يكون بيشتغل في نادي وان هو مثلا موجود في النادي سواء عضو مجلس اداره، مدير تعاقدات، مدير سكاوتنج، ايا كان شغلانتك ايه،
او حتى في قطاع الناشئين، ان انت بتطلع على القنوات عادي جدا، وان انت موجود في الاستوديوهات التحليليه، وان انت موجود في قنوات بالليل، وان انت تبقى موجود عادي جدا معانا، وعندك برضو صفحه على اليوتيوب بتتكلم منها كل الكلام ده. ايوه، طب انت بقى فين تركيزك في شغلك؟ فين تركيزك في الشغل اللي انت قايم بيه؟ سواء ان انت هتقول لي ما انا ممكن اخلص كل الكلام ده وان انا اطلع برضه في التلفزيون. لا، هو الكلام ده ممنوع اصلا. الكلام ده ممنوع ان انت اصلا تطلع في التلفزيون وتتكلم على كل الكلام ده، علشان وقتها انت اصلا لما تيجي تتكلم ساعتها هيتبان عليك فشل. ان انت ايه؟ هم فين ناشئينك؟ هيتبان عليك فشل. هي فين التعاقدات؟ هيبان عليك فشل. هي فين التعاقدات؟ كل الكلام ده. طيب يعني انا دلوقتي لما انا بقى افشل في كل ده، ساعتها اللي هو ايه اقول الوم ايه؟ ان انا ما خدتش فرصتي في النادي. لا، ما انت كنت بتطلع في قناه. الكلام ده مش مني، الكلام ده من مصادر هي موجوده تحت، هتلاقي في الكومنتات. الكلام ده هو تطوير الكوره. سواء انت واخدها بقى على اي نادي بقى، انت نادي بتشجعه، خدها بقى. ده تطوير الكوره اصلا المفروض اللي هو موجود في اوروبا. اللي تتفرج اللي هو تقول ايه؟ انا ليه مش زي ريال؟ انا ليه مش زي برشلونه؟ انا ليه مش زي مانشستر؟ انا ليه مش عارف زي كذا؟ علشان ده وده 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 عندهم سيستم، عندهم منظومه، عندهم حاجات هم بيبنوا عليها، وعندهم حاجات هم حرفيا هم بيتطوروا نفسهم فيها. عندك لايبزيج في المانيا، عندك سبورتنج لشبونه في البرتغال. انا الانديه دي بكلمك عليها ان هم دول بيبداوا من تحت لغايه فوق، هم منظمين صح. لكن انت عندك يلا يا باشا، اضرب واقلب، فاهم؟ عيش بالبطاطس، اي حاجه فاهم بتعملها وتقوم تجيبها على طول. زي ما بقول لك، النجاح انت عايز تعمله انك انت تبدا صح، ويبقى اهم حاجه الاستمراريه. ما تعملش الكلام ده لمده مثلا 6 شهور او سنه وساعتها ايه؟ تنام بقى باقي السنه وتقول ايه؟ انا عملت اللي عليا. لا، ده بيبقى اهم حاجه النجاح، وبعد النجاح الاستمراريه في النجاح، علشان ساعتها تبقى نادي قوي في قارتك، في بلدك، وساعتها يتقال عليك فعلا ان انت بتنافس اوروبا. وده كل اللي انا بقوله هو رايي في الاول وفي الاخر، حاجات من زي ما قلت لك من وزاره تحت، وحاجات من السايت بتاع فيفا والسايت بتاع اليويفا وكل الكلام ده. وقول لي برضو رايك، سواء ما انت بتشجع انهي نادي، وشايف بقى الكلام ده موجود عندك ولا لا، وفاكر ان هو فعلا هيتطبق ولا لا. واخر حاجه كده، والسلام عليكم.